السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان كريم. أمس لعبت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. قدر يكسب الأهلي 2-0 في مباراة مملة. كأس البطولة بيقدمها جوزيه مورينيو ورونالدو البرازيلي وتوتي الإيطالي. أجمل ما في المباراة الحقيقة الملعب والتصوير والجماهير، لكن كمباراة كرة قدم لو مأجرين ساعتين في الملعب كان هيبقى الماتش أحسن من كده. الزمالك مع الاستحواذ طول المباراة، لكن الأهلي قدر يخلص بهدف إمام عاشور في الدقيقة 83 من تمريرة رائعة من قفشة، وبعد العودة إلى الفار يتم احتساب الهدف. وبعدها بخمس دقايق في الدقيقة 93 يرد له إمام عاشور الجميل، وقفشة بيحطها القضية الثانية في الدقيقة 93. كما قال مدحت شلبي معلق المباراة: هذه المباريات تكسب ولا تلعب. الزمالك مع استحواذ الكرة طول المباراة، لكن الأهلي قدر يخلص الماتش. في الشوط الأولاني مفيش هجمات خطيرة غير كرة عمرو السولية خبطت وطلعت ضربة ركنية. في الدقيقة 11 كرة زيزو بشماله بيطلعها مصطفى شوبير لركنية أيضا. دي الهجمات اللي في الشوط الأول. في نهاية الشوط الأول بيصاب زيزو وبينزل مكانه شيكابالا في أول الشوط الثاني، لكن شيكابالا ما أضافش جديد الحقيقة يعني. في الشوط الثاني الزمالك برضه مع الاستحواذ، والاهلي مش قادر يطلع بالكوره من نص الملعب، كلها كور عرضيه، كور طوليه، وبتتقطع في الاخر. مش قادر يطلع بالكوره خالص الاهلي امبارح. يمكن لما مروان عطيه نزل في الشوط الثاني وقفشه ظبطوا نص الملعب الاهلي شويه، لكن الزمالك كان افضل الحقيقه يعني. بينزل مروان عطيه وبينزل قفشه بيغيروا شكل النادي الاهلي وموديس. لكن الحركة اللي عملها شيكابالا ما كانش لها لازمة يعني في الآخر يعني. هو عاوز ياخد لقطة وخلاص وعاوز يعكر الماتش، بس الحقيقة ما كانش لها لازمة يعني حركة زي كده. وكولر مدرب ممتاز قدر يكسب المباراة، والأهلي قدر يحافظ على الكاس للسنة الثانية. السنة اللي فاتت برضه كسب بيراميدز في نهائي الكاس وقدر ياخد البطولة. السنة دي بيكسب الزمالك وبيحافظ على اللقب. لكن الحقيقة كنت أتمناها مباراة أفضل من كده. كانت مباراة مملة، كنت بتمناها تخلص ضربات جزاء 1-0 أي حاجة. ما كانش فيها أهداف. متعة كرة القدم مش موجودة. الواحد بيتفرج على الماتشات الأجنبية مش عايز الماتش يخلص. لكن مباراة أهلي والزمالك امبارح في السعودية وفي استاد جميل زي كده وفي الجماهير، وتطلع مباراة بالشكل دي، الحقيقة ما تمتعتش من الماتش بصراحة الحقيقة. أنا أتمنى التوفيق فيما هو قادم للجميع، وألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للزمالك. إمام عاشور بياخد أحسن لاعب في المباراة. زي ما أنتم عارفين الجايزة كانت $50,000. أنا أتمنى له التوفيق، وألف مبروك مرة تانية للنادي الأهلي وهارد لك للزمالك. قدم مباراة رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.